ويا مساء الفل والورد والياسمين عليكم أحلى متابعين. خلونا بداية الفيديو تبعنا لليوم نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كيفكم يا صبايا؟ اشتقت لكم كتير كتير، وخلينا أقولكم كل عام وانتم بألف ألف خير يا ربي، وينعاد عليكم وانتم بالصحة والسعادة وهدين البال. الفيديو تبعنا اليوم نبلش من السحور، واليوم أول سحور بالشهر الفضيل. طبعا تعرفوا كل الأمهات وكل الدنيا وكل الفلسطينية وكل الدول العربية بتبلش بالسحور أول يوم، بتحط أشياء كتير. كل يوم بنقلل شوي 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 لحديت ما نوصل لمرحلة إنه نشرب مي ونرجع ننام. بصراحة والله اسمعوا، أنا كتير بحب أجواء السحور وهيك، بس يعني أولها بتفيق الأولاد بأول كم يوم بتحمسوا بقوموا بياكلوا منيح وهيك، بعدين بصيروا يقوموا يشربوا مي ويناموا. فصراحة يعني دايما أول أسبوع برمضان نتسحر منيح، وبعدين بصفي باقي الأيام بس بيشربوا مي أو إشي سخن وخلص، أو بغصبهم أنا على سندويشة صغيرة. فالسنة هاي عنا صائم جديد. السنة هاي أول سنة للونا بتصوم، الحمد لله الحمد لله. هاي مرة أول يوم بالصيام علونا وصامته وكانت كتير منيحة الحمد لله رب العالمين. فهاد السحور يعني يمكن يتكرر معنا كل يوم بشهر رمضان، عشان لونا تاكل وتنبسط وتتسحر وتقدر تصوم تاني يوم. ومثل ما انتم شايفين حطيت لهم من حواضر البيت وحطيت لهم قلت لهم بيض. هلا هاد انا توقعت انه دايما بجيب فطاير هيك زي المشلتتة بتحمصيها على المقلى بتطلع كتير زاكي. هلا هاد طلع اشي تاني ما بعرف، شكله خبز عراقي او اشي تاني. صراحة سخنته على المقلى واكلناه كتير زاكي، بس مش هو الفطير اللي انا بجيبه زي كل سنة. هون يسعد لي كل أوقاتكم بأول يوم من الشهر الفضيل. بلشت نهاري بدي طبعا أنا بحب أعمل على راحتي شوي شوي، ما أستعجل في إشي. هون بدي أعمل القطر للقطايف وأجهزه أخليه يكون بارد، وكمان قطعت بطاطا وسلقتها لأعمل حشوة للسمبوسك. بنات أنا القطايف باعمل له قطر وسط، لا هو جامد كتير ولا هو مرق كتير. طبعا كل مرة بعمل فيها القطر بيكون مختلف عن المرة التانية حسب أنا شو بدي القوام تبعه. مثلا هون أنا حاطة 3 كاسات سكر على كاستين مي، ما بدي إياه لا كتير جامد ولا كتير مرق. انتوا بتتحكموا فيه على هوا، انتوا لشو بدكم تستخدموا عرفتوا. فهي أنا بدي أجهز القطر، وكمان بدي أستوي اللحمة وأقلي اللوز وأجهزهم يكونوا جاهزين لحشوة الدجاج. طبعا في صبايا كتير الله يسعد قلبهم حزروا أنا شو بدي أطبخ، قالوا لي دجاج محشي، في منهم قالوا لي مقلوبة. بس لا أنا صراحة رح أحشي دجاجة واحدة لأني ما بدي الأكل يزيد. فهون يا بنات أنا عاملة كاسة وكاس، نص كاسة رز حبة طويلة ونص كاسة رز حبة قصيرة، يعني شكلت النوعين. تخيلوا يعني كاسة مج عملت لي هاي الكمية، أنا على أساس إني أحشي هاي الكمية بالدجاجة وأعمل رز جديد هيك جنب الدجاجة. فسبحان الله الكاسة هيك فيها بركة، كل إشي برمضان سبحان الله فيه بركة. ففلفلت كاسة الرز هاي وضلت منها لحش الدجاج، ومنها حطيته كمان جنب الدجاج على الإفطار. يعني هاي أصغر طنجرة بالطقم اللي جبته، كتير حجمها صغير. فسبحان الله أجت كتير منيحة. طبعا بنات أنا مبهرة الدجاجة من الليل، حط عليها بهار دجاج حبهال، بهار شاورما، زيت، خل، كل إشي أنا بدي إياه ملحتها ومجهزتها بالبهار من الليل. من حد ما أثبتوا إنه اليوم رمضان أنا نقعتها ودوبتها ونقعتها بالبهار وخليتها ليلة كاملة. فاليوم فلفلت الرز وهيك قليت اللحمة وقليت اللوز، حركتهم مع بعض حشيتها، والباقي طبعا خليته لميعاد الفطور وسخنته. بالعادة أنا بنات لما بدي أحشي دجاج بعمل على قده بفلفل طازة على نفس الوقت. بس والله يعني هاي الكاسة الله حط فيها البركة وخلص، يعني ما بدي أزيد طبايخ، بدي كل يوم بيومه. لو بزيد معنا إشي بسيط بنسخنه عادي تاني يوم، بس أهم إشي إنه ما يكون كميات الأكل كتير كبيرة. ومثل ما انتم شايفين هون راح أقلل اللحمة المفرومة. أنا بحط عليها حبهال، فلفل أسود، بهار لحمة، بهار مشكل، وملح. طبعا في ناس بتحب تطبخها مع الرز، أنا لا. أنا بحب أعمل كل إشي لحال بعدين أجهزهم مع بعض. وفي ناس بتفضل اللحمة المفرومة خشنة، أنا ما بجيبها صراحة. إحنا بنحب حتى إنه هي مثل ما أنتم شايفين بحب أنعمها بزيادة. وطبعا يا بنات إحنا بشهر فضيل وما في داعي إنه أحكي، بس حلو إنه نذكر بعض وبالأشياء المفيدة والمهمة اللي هو ديننا أول إشي،
وبذكر الله وبالصلاة على النبي، يعني طول اليوم عم باشتغل، باصلّي على النبي، باذكر الله، خلّينا نذكر مع بعض ونقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طول اليوم يا بنات خلّوا لسانكم مرطّب بذكر الله، وكمان إن شاء الله يعني ما بدنا نضلنا بالمطبخ أكيد، أنا هاي المقتطفات من التصوير، يعني مش طول اليوم أنا بالمطبخ أبدًا، أنا كلها هاي الدجاجة اللي عملتها اليوم، وعندي كُبّة من الفريزر ضايل، فقليت 10 حبّات كُبّة وعملت السمبوسك اللي هي إنه أنا ما باحب أفرّزها الجاهزة، فأنا على السريع حشيتها، وهاد هو يا بنات يعني مش إشي كتير صعب، يوم بيومه، اللي بتحس حالها إنها بتشتغل وما بتلحّق حلو إنها تفرّز كل إشي، أنا بالنسبة إلي كان هيك يعني وقتي منيح وعملت السمبوسك من دون ما تاخد أي وقت معايا عادي. فهو إحنا مضبوط بنعمل أكلات كل يوم وبنحب ننوّع ونشكّل بما إنه صايمين، بس كمان ما بدنا نبعد على ذكر الله، وما بدنا نبعد عن الهدف الرئيسي لشهر الصيام، هو الصيام عن الحديث، عن النميمة، عن فعل السيئات، عن كل إشي يعني إحنا بنحسّه مش منيح، يعني لازم نبعد عنّه. طبعًا هذا الإشي لازم دايمًا يكون، بس كإنه هذا الشهر بيعمل لنا هيك إعادة برمجة، إعادة تهيئة للإنسان إنه يرجع يذكّر حاله بكل إشي أمرنا فيه رب العالمين. الحمد لله دائمًا وأبدًا، ومتل ما قُلت لكم خلّينا على طول نذكّر بعض ونذكر الله بالتعليقات عشان تكسبوا حسنات بإذن الله تعالى. بنات هون أنا حطيت ملح، فلفل أسود، حبهان، بهار مشكل وبهار لحمة بس، وهون تقريبًا الرز استوى شوي صغيرة وراح أخلطهم مع بعض. أهم إشي كمان بنات بهذا الشهر مزبوط إحنا بنحب نعمل أكلات جديدة ووصفات جديدة وبنحب السفرة تكون مزينة بكل شكل ولون، بس كمان ما نكون من الناس المبذرين وما نكتر ونكبكب على الفاضي لأنه حرام. فهي أنا هون شايفين هاي الدجاجة والله يا بنات كاسة الرز اللي أنا فلفلتها زاد منها، إن شاء الله إنه بروحوا بعد التراويح بتعشوا عليهم عشان ما يضل، وإذا ضل رح أسخنهم بكرة. هلأ حشيت منها هاي الكاسة وهاي الدجاجة وصدقوا ضل من الكاسة الرز وضل كمان من الدجاجة يعني ضل منهم شوي، بس الحمد لله يعني إشي بسيط، يعني يا إما بتاكل هلأ يا إما بكرة بيتسخن جنب الأكل وبيروح، فما بنعمل كميات كبيرة إلا إذا كان عنا عزيمة أو عازمين ناس وهيك وكذا، فبنحط إشي يبيض وجهنا أكيد، بس بالبيت خلّينا نكون كميات بسيطة لإنه الصايم ما بياكل كتير، خصوصًا أول يوم يعني. وهون الدجاجة تبعتي طبعًا مبهرة وماخدة كل الطعم وهيك كل أمورها تمام، فتخيلوا أنا مفلفلة كاسة لهاي الدجاجة وسبحان الله زادت لكل اليوم، سبحان الله. فهيك صارت جاهزة الدجاجة، راح أحط عليها باقي البهار اللي بالصحن، وبعدين راح ندخلها الفرن، أخدت تقريبًا ساعة ونص بالفرن، بتقدروا تحطوها على ساعتين على نار هادية برضه يعني هاد إشي اختياري بالنسبة للحرارة. حطيتها بورق زبدة وورق سلوفان وحطيتها بالفرن ساعة ونص تقريبًا. طبعًا بنات كل وحدة حسب الفرن اللي عندها، يعني أنا فرني حرارته عالية وأخدت ساعة ونص وطلعت دايبة دوب، ما بعرف كل وحدة هي وفرنها بتعرف كيف تتعامل معه، فأنا فرني حتى ما باحط له مي ولا إشي هيك بتطلع لحالها، بتطلّع السوائل اللي فيها وبتطلع مستوية. هون بنات هاي البطاطا اللي بداية الفيديو سلقتها، حطيت عليها ملح وشوية فلفل أسود وحطيت عليها ماجي وزبدة، أهم إشي الزبدة لأنها بتعطيها نكهة وطعم كتير طيب، وبتملحوها وبتحطي لها أورجانو، الأورجانو بيعطيها كمان طعم كتير كتير زاكي. هلأ بنقلبها بالزبدة كتير منيح لتطرى هيك وتصير متل العجينة، ورح نحشيها بالسمبوسك الجاهزة. هلأ بالنسبة للسمبوسك حشواتها كتير كتير كتير، بتقدروا أجبان، بتقدروا بطاطا، بتقدروا لحمة مفرومة، بتقدروا الدجاج اللي انتو بتحبوه بتحشوه. هلأ أنا بهذا اليوم علي وأبو علي كتير بحبوا حشوات البطاطا، ما حبيت أنوع أكتر من نوع حشوات عشان ما تضل قلتلكم بوجهنا وحرام يعني، هي زكوتها تقليها طازة تتاكل، فأنا عملت اليوم طعم البطاطا إن شاء الله بالأيام الجاية البنات بيعملوا أجبان وهيك. صراحة أنا ما بحب أحشيها لحمة مفرومة، بحب لما بدي أعمل سمبوسك بلحمة مفرومة أعملها العجينة أنا بإيدي، فبالنسبة لهاي العجينة بس بحب لها هدول الحشوات اللي هم بطاطا وأجبان مشكلة مع أورجانو وخلص، يعني هي هيك مثل سناك أو مقبلات مع الأكل بس.
بس حشوة البطاطا من الأنواع اللي كتير كتير زاكية، وطعمها هيك إلها نكهة غريبة غير عن الأجبان، تختلف كليا. وبالنسبة للسمبوسك قلت لكم أنا ما فرزتها، بحس إنه شغلها سهل ومش تعب، خاصة إنها الجاهزة، يعني ممكن إذا بيتية نفرزها عادي، أما الجاهزة هي ما بحس إنه إلها داعي نفرزها. وقلت لكم طبعا باستثناء اللي بيشتغلوا، يعني هاد إشي تاني. بنت وما عمري حطيت لها طحين ومي أسكرها، بقليها على الطرف اللي المفتوح، يعني بتكون آخر فتحة، وبقلبها على الجهتين وخلص ما بتفتح معي. هون بنات رح نعمل مع بعض قطايف. أنا كل سنة بحب أعمل أول يوم رمضان قطايف عيدي، مش إنه ما بشتري لما بكون يعني ما عندي وقت، بس أول يوم بحب أفتتحه بقطايف من إيدي، وصراحة تبع البيت كتير أزكى وأطيب. راح أحط لكم الوصفة بالتفاصيل بصندوق الوصف عشان ما تسألوني عن المعايير وتتغلبوا هيك. طبعا هو مبين، يعني أنا حاطة معكم مي طحين نفس عدد الكاسات هم. إيه، بس راح أكتب لكم إياه بالتفاصيل للي بتحب تعملها وتعطيني رأيها. شو بدي أحكي لكم، مجرد إنها هاي الخلطة انحطت بالمولينكس حسيت إنه عن جد هلأ أجواء رمضان، يعني أجواء رمضان بريحة القطايف غير يا بنات والله. فهلأ هون بعد ما عملت العجينة على المولينكس، هي عبارة عن مي وطحين وسميد، خميرة، شوي بيكنج باودر، محلب وسكر ورشة ملح، هي كل العجينة. راح أكتب لكم المعايير بالتفاصيل، وبتخلوها ترتاح هيك 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين بتبلشوا بأي مقلى عندك إيه يكون يعني هيك منيح وما بلزق، بتحطيها على النار، وبس تسخن المقلى بتبلش تديري. طبعا أنا عاملة هون بالبداية حبات صغار، لأنه هدول قطايف عصافيري ولادي بيحبوا يحشوهم نوتيلا وقشطة جيمر وهيك. لما أكبرهم بحط فيهم حشوة جوز وجبنة. فأنا عملت الشكلين بهذا اليوم، عملت جوز وجبنة، وعملت العصافيري الصغار. هلا مجرد انك تسكبيها دغري بتبلش تستوي، اول ما تشوف الفقاعات بتبلش تحطي عليها حبة البركة. انا كتير كتير بحب الازحة او حبة البركة على القطايف. في ناس ما بتحب تحطها، بس انا بفضلها كتير كتير، بتعطي طعم زاكي. هلا بالنسبة برضه لحشوات العصافيري، في كتير حشوات، في قشطة، في نوتيلا، في شوكولاتة عادية، في لوتوس، انتو شو بتحبوا تحشوهم احشوهم. يعني انا هذا اليوم عملنا حشوة كريمة وجيمر مع بعض، وحشوة شوكولاتة لحال. والحبات الكبار عملنا بس يمكن كم حبة، 4 5 حبات بجوز لأبو علي، وإحنا كلنا بنحب بجبنة، عملنا الباقي بحشوات الجبنة. اللي رح تعملها يا بنات رح تنبسط كتير كتير على طعمها وعلى ريحتها، وعن جد عن جد بتحسي شعور رمضان غير لما تعملي القطايف وتشمي ريحته بالبيت. هلا بنات قولوا لي مين بتحب تعمله وبيزبط معها، ومين بتشتريه جاهز. طبعا انا ما بقول لكم اني انا ما بشتري، بالعكس، اوقات بحبه جاهز لاني بكون مستعجله ما عندي وقت. وانا قلت لكم دايما اول يوم ضروري اعمله على ايدي. حتى الأولاد لما أنا بعمله بينبسطوا فيه أكتر من لما نشتريه. تخيلوا هالكاسات المولينكس، يعني هو كله عبارة عن بريق مولينكس. تخيلوا قديش عمل كمية كتير كبيرة، يعني لو ما إني أنا مقسماه صغير وكبير، ولا هو كميته كتير منيحة. بس أنا لأني قسمته لكذا اسم، إشي كبير وإشي صغير. واللي معدلة فيكم تاخد الوصفة وبس تنعزم عند دار حماها أو عند دار أهلها، تعمل القطايف وتاخده معها، عن جد ولا أطيب. وبدي تكتبوا لي بالتعليقات شو طبختوا أول يوم رمضان، وإذا حبيتوا إني أشارك معكم كذا يوم برمضان. يعني صراحة أنا متعودة أنزل 3 أيام بالأسبوع، بس حابة إنه الأيام اللي بكون فيها هيك أجواء حلوة وتصوير حلو إني أنزل لكم، ممكن كل يوم، ممكن يوم بعد يوم. فقولوا لي أنتوا كيف حابين، وإذا فاضيين تحضروني برمضان أو لا. صراحة أنا بعذركم، بعرف إنه هو شهر بالسنة ممكن تنشغلوا فيه، في العبادة، في العزايم، كمان في عنا مدارس. يعني أنا بعذر كل صبية مش فاضية تحضر برمضان، بس مع هيك رح أنزل لكم وعلى فضاوتكم احضروني. بس صراحة كيف ترتيب الأيام ما بعرف، يعني أنا هيك شو الله بقدرني. حابة أعرف شو أكلتوا أول يوم رمضان وشو تحليتوا، وإذا أنتوا بتحبوا تشتروا الحلو جاهز ولا تعملوه على إيدكم مثلي. صراحة أنا قلت لكم بحب بالذات برمضان، بحب يكون الأكل كله بيتي، يعني حتى الحلويات وهاي الشغلات بحب أكون أنا عاملاها بالبيت. عمالي هون بورجيكم قد ايه القطايف طري،
ولونه أشقر، وعن جد عن جد يعني صراحة إذا بتعملوه بتفضلوه كتير عن الجاهز. يعني هي الشغلات هاي مش كتير بتاخد وقت، بس للصراحة يعني أنا طبختي اليوم، بتعرفوا أنا مجهزة الدجاجة من قبل مبهرة، اليوم حشيتها وحطيتها بالفرن، ما أخدت مني وقت كتير. صراحة القطايف أخد وقت، مش لإنه صعب، لأ، بس إنه يعني إذا الحبة كبيرة ما بحط أكتر من حبة عشان ما يطلعوا كتير عوج ومايلين، بحب تطلع مدورة ومرتبة. يعني مثلا القطايف العصافيري كنت بحط 3 4 بالمقلاة، فبتشوف إنه في إشي هيك مايل، إشي مش يعني عشانه صغير مش مشكلة، بس الكبير لأ، كنت باخد راحتي وبعمل وحدة وحدة، فلهيك أخد معي وقت. بس الصراحة متعة كتير حلوة، وبتنبسطي كتير كتير وانتي تعملي لأهل بيتك، وخاصة بأول يوم رمضان. طبعا أنا كل شوي بورجيكم قوام القطايف وبلف لكم إياه على الجهتين، قد ما كنت مبسوطة عليه، على ريحته، على طراوته، على كل إشي، عن جد طلع كتير كتير بجنن يا بنات. جربوه احكوا لي رأيكم، واللي زبط معها ادعوا لي. هلا بالنسبة لحشوة الجبنة، أنا كان جعبالي اليوم تكون الجبنة سادة ما عليها ولا إشي. بالأيام يعني الجاي رح تشوفوا إني بنوع، يعني بحط على الجبنة جوز هند مبشور، وبحط عليها قرفة بيعطيها نكهة كتير طيبة. بس اليوم كان جعبالي هيك جبنة سادة، هاد اختياري، انتوا شو بتحبوا تحطوا ايه حطوا. في ناس تعمل حشوة فستق حلبي، في ناس في كمان حشوة عملتها اللي هي جوز، جوز اللي هو عين جمال، وجوز هند وقرفة وشوية سكر وماء ورد، كمان بيطلع كتير زاكي. نفس الطريقة بس على فستق حلبي كمان بتزبط. هون عمالي بورجيكم أنا عمالي بحشي، هون هي خلطة كريمة مع علبة جيمر. مش عارفة كيف أنا ناسية الفستق الحلبي، يعني تسوقت كل إشي لرمضان وجبت مكسرات للطبيخ، كيف نسيت أجيب فستق الحلبي لليالي لبنان وللقطايف العصافيري. صراحة ما بعرف كيف نسيته وكيف راح من بالي، بس مش مشكلة، إن شاء الله ببعت عليه وبجيب لي. لأنه صراحة القطايف العصافيري بدون ما ترشوا عليه فستق حلبي شكله مش حلو بالمرة، فمش مشكلة، وجل من لا يسهو، عادي بسيطة. المهم حشينا حشوة الجيمر. إيه بنفع هلأ بعد ما تحشوها هيك لما تيجوا تاكلوا، بنفع تضيفوا عسل أو قطر، انتو يعني اختياري شو بتحبوا. كمان الشوكولاتة ما في داعي نحط عليها قطر، في حشوات لوتوس، في حشوات نوغا، في حشوات أوريو، انتو شو بتحبوا تعملوا. يعني اليوتيوب مش مخلي ولا أي وصفة إلا وحطتها، سواء من عندي أو من عند غيري أو من شفات. يعني في كتير حشوات كتير زاكية بتقدروا تتفننوا فيهم، وكمان طعمهم كتير زاكي. أنا هون مثلا مدومة عندي شوكولاتة هي دهن، مدوبتها شوي بالميكروويف عشان أقدر أتحكم فيها، وبس بتعملوا هيك شكلها، بتسكروها شوي من تحت وبتحطوا لها شوكولاتة. يعني على قد ما أنا بحب أعمل عجينة القطايف وأحشيها، يعني اليوم الفيديو تاعنا عبارة عن قطايف. وهون بنات بلشت أجهز بالشوربة، حطيت بطاطا وبصل، بازيلا وجزر وكسة، وطبعا هذا السلري، أو في ناس بتقوله الكرفس. وهون رح نعمل الفيمتو حطيت عليه ليمون ونعناع ومشروب غازي اللي هو إحنا بنقوله 7 أب، بيعطيها طعم كتير كتير زاكية. وبتقدروا تستخدموا مياه غازية لحال، يعني بدون محليات ولا طعم. وبهيك يا بنات بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى يكون أعجبكم وحبيتوه. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وإلى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.